متتبعي وصفات لينا، كنرحب بكم وكنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده ان شاء الله. فيديو جديد على قناتي اللي غادي نوجدوا فيه جوج تاع الوصفات بعجينه وحده اللي غادي نوجدوا فيها مادلين او كاب كيك، وغادي نوجدوا فيها واحد ميني كيك اللي كيجيو هكايا خفاف والمنظر ديالهم زوين وما كياخذوش لنا الوقت بزاف في الطياب. كنتمنى هذه الوصفه تنال الاعجاب ديالكم، وخليكم مع الوصفه وطريقه التحضير. ناخذ بيضه واحده، غادي نضيف لها شاشي تاع سكر فانيلا، حك هكا تاع يوغورت ديال نكهه الفاني. يمكن لكم تستعملوا اي نكهه بغيتو، كيبقى على حسب الذوق. بهذاك يوغورت اللي خاوي غادي نضيف فيه كاس تاع الحليب، والنصف تاع داك يوغورت غادي نضيفو زيت، وهذاك يوغورت نص غادي نعبر به السنيده حتى هي، وغادي نخلط مزيان هاد المكونات هادو اما بالطراب اليدوي او المكسور او الموليليكس اللي بغيتو. وغادي نضيف الدقيق، وغادي نضيف خماره كيماويه من عيار 14 غرام، يمكن لكم تضيفوا جوج تاع 7 وغادي نخلط مزيان. بالنسبه للدقيق ما عبرتوش حيتاش كل مره كنستعمل دقيق في شكل. بالنسبه للعجين القوام ديالو غادي يبين لكم، وحتى نتوما اي دقيق هكا كتستعملوا غادي تعرفوا الكميه اللي غادي تضيفوا. نخلط مزيان هكا غير بالطراب اليدوي حتى تنحصل على العجين القوام ديالو يكون هكا ما ثقيلش بزاف وفي نفس الوقت ما خفيفش. غادي ناخذ هكا اللاطه اللي غندخل الفران، غادي نفرش ليه هكايا ورق الفرن، وغادي ندير بحال هاد الطريقه هذه. كيجيو زوينين وما كياخذوش الوقت بزاف. بالنسبه للكميه اللي بقات عندي تاع العجين غادي ناخذ هكا الشوكولاط. يمكن لكم تستعملوا الشوكولاط حبيبات الا كان متوفر عندكم، انا ما متوفرش، ضفت غير هكايا هذا اللي خبطته هكا شويه حتى تهرزته وعاد ضفته. وغادي نخلط مزيان هذاك الشكلاط باش يدخل وسط العجين، وغادي نجيب المول اللي غادي نستعمل المادلين، غنضيف فيه هكا الكويغطات، وغادي نضيف ديك الكميه تاع الخليط اللي باقا عندي غادي نضيفها في المولات. بعد ما كنضيف الخليط اللي بقى ليا غادي نزوقو هكا بالشوكولاط من الفوق اللي تبقى ليا، وبطريقه موضحه راسها في الفيديو. بعد ما كنخرج هذاك الميني كيك من الفران سخون غادي نزينو بالكراميل اللي كنوجدو هكا في الدار. غادي نشاركو معكم شي مره، كيعطي واحد اللمعان زوين لكل الكيك ولا بسبوسه وحتى الفلور او لا كلاص. وانتم يمكن لكم تستعملوا العسل ولا كوفيتير اللي متوفر عندكم، وغادي نرشو هكا باللوز، وانتم تزينوه بالكوك ولا الكاوكاو اللي متوفر عندكم.
وكان هذا هو الشكل النهائي تاع الميني كيك اللي وجدت معكم اليوم. كيجي خفيف بزاف وما كياخذش الوقت في الطياب، تقريبا واحد 5 دقائق. كتشعلي عليه هو من الاول من الفوق ومن التحت وكيطيب زعما دغيا، ما كياخذش الوقت. بالنسبه للكب كيك حتى هو كيجي غزال بزاف وغيعجب الوليدات الصغار، كيجي خفيف. وكانوا هادو هما الوصفات تاع اليوم. كنتمنى هاد الوصفات ينالوا الاعجاب ديالكم. شكرا لكم على التتبع ديالكم والى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله.